مساء الجمال على كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات مشجع التالتة. كالعاده حلقه النهارده مليئه باهم الاخبار والتفاصيل المهمه جدا اللي بتخص النادي الاهلي. بس في الاول كده وقبل ما نبدا حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك على حلقه النهارده فضلا وليس امرا. وحابب اقول لك انك انت تقدر تتابع كل اخبار الاهلي من خلال قناتنا. انزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان تتابع معانا كل جديد عن اخبار الاهلي. مش هطول عليكم اكتر من كده، تعالوا بينا نبدا حلقتنا باول اخبار الاهلي. الاهلي يتقدم بعرض رسمي بقيمه $1,000,000 لنادي جيس السويدي من اجل ضم المهاجم الاوفر ابراهيم دياباتي خلال انتقالات يناير القادمه. ومصدر داخل الاهلي يؤكد بان الاهلي دخل في مفاوضات جاده مع نادي جيس السويدي من اجل ضم اللاعب خلال انتقالات يناير القادمه. ويؤكد بان الكابتن سيد عبد الحفيظ هو الذي يترأس ملف التعاقد مع اللاعب من اجل ضمه وانهاء كل الامور الماليه المتعلقه بالصفقه. مصدر داخل نادي الزمالك يؤكد بانه لا توجد اي نيه على الاطلاق للانسحاب من بطوله السوبر المصري مثلما تردد خلال الساعات الماضيه. ويؤكد بان فكره الانسحاب لم تناقش مطلقا داخل مجلس اداره الزمالك، لكن هناك حاله استياء شديده بسبب تاخر الاتحاد المصري لكره القدم في التعامل مع ازمه نبيل عماد دونج رغم ارسال الزمالك اكثر من خطاب سابقا للاستفسار عن موقف اللاعب من المشاركه في البطوله، لكن الزمالك لم يتلقى اي رد حتى الان، وهو ما تسبب في تساؤل البعض عن موقف اللاعب. ويؤكد بان مجلس اداره الزمالك اتخذ قرار واضح بالالتزام بالمشاركه في جميع البطولات وعدم وجود اي نيه للاعتذار او الانسحاب من اي بطوله، ولذلك من اجل حرص الزمالك على المنافسه الشريفه وتحقيق افضل نتائج خلال الفتره القادمه، الاهلي يختم استعداداته اليوم على ملعب التتش من اجل خوض لقاء بتروجيت غدا في بطوله الدوري. كمان يستروب عقد محاضره فنيه مع اللاعبين من اجل شرح لهم بعض الجمل الفنيه والتكتيكيه الخاصه بلقاء بتروجيت، واكد لهم على ضروره الفوز لمواصله الانتصارات والحفاظ على صداره جدول الدوري. وطلب من مهاجم الاهلي بضروره التركيز واستغلال انصاف الفرص من اجل تسجيل هدف مبكر في بدايه اللقاء. وحذر مدافع الفريق من الاخطاء الساذجه التي ارتكبوها في المباريات السابقه وطالبهم بضروره التركيز واللعب بمبدا السلام خلال الفتره القادمه. طبيب الاهلي يؤكد بان امام عاشور سيخضع لتحاليل طبيه خلال ال 48 ساعه المقبله من اجل الوقوف على حجم اصابته بدقه ومده تعافيه من الفيروس الذي تعرض له مؤخرا، ولذلك من اجل تحديد موعد بدء اللاعب البرنامج التاهيلي البدني المخصص له تمهيدا للعوده الى التدريبات الجماعيه خلال الفتره القادمه. ويؤكد ان التحاليل الطبيه الاخيره التي اجراها اللاعب اظهرت تحسن ملحوظ في حالته الصحيه واقترابه من التعافي من الفيروس الذي تعرض له مؤخرا، ولذلك مشيرا بان الجهاز الطبي للاهلي يتعامل مع ملف اصابه اللاعب بحذر لضمان عودته في افضل حاله بدنيه وطبيه ممكنه دون تعرضه الى اي انتكاسات طبيه جديده. مصدر داخل الاهلي يؤكد بان محمد الشناوي واحمد السيد زيزو حصل على الضوء الاخضر من الجهاز الطبي للاهلي للمشاركه في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي وجاهزيته من المشاركه في لقاء بتروجيت غدا في الدوري. ويؤكد بان الثنائي جاهز من الناحيه الطبيه والفنيه للمشاركه في لقاء بتروجيت، لكن مشاركتهم في اللقاء ترجع لوجهه نظر الجهاز الفني. تشكيل الاهلي المتوقع للقاء بتروجيت جاء كالتالي: في حراسه المرمى مصطفى شوبير، في خط الدفاع في الباك اليمين محمد هاني، وفي الباك الشمال احمد نبيل كوكا، واثنين في قلب الدفاع ياسر ابراهيم وياسين مرعي، في خط الوسط مروان عطيه ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه، وفي خط الهجوم اشرف بن شرقي في الجناح الشمال واحمد السيد في الجناح اليمين، وامامهم مهاجم جراديشار. تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ قال: فخور بانني جزء من قائمه تضم نخبه من رموز الاهلي وابنائه، شخصيات تحمل فخر وخبره ومسؤوليه كبيره، اجتمعوا لهدف واحد وهو خدمه النادي واعضائه وجماهيره، كل اسم في القائمه يمثل قيمه مضافه، وانا على يقين باننا سنكمل بعض في العمل الجماعي بما يحقق ما ينتظره الاعضاء من تطور حقيقي ومستمر في كل الملفات. الترشح لانتخابات الاهلي مسؤوليه كبرى وشرف كبير لاي شخص. الاهلي بالنسبه لي بيت وتاريخ وقضيه انتماء، نسعى جميعا لنكون على قدر هذا الثقه واننا نعمل جميعا من اجل مستقبل يليق باسم الاهلي وكيانه وتاريخه. القائمه التي يقودها الكابتن محمود الخطيب تمتلك رؤيه واضحه ومشروعات وطموحات كبيره، وهدفنا جميعا هو مصلحه الاهلي فوق اي اعتبار. الجولات الانتخابيه كشفت عن حب كبير من اعضاء الاهلي لناديهم وعن وعي حقيقي بدورهم في رسم مستقبله. شعرت بسعاده وفخر وانا ارى هذا الروح الجميله التي تجمع ابناء الاهلي على هدف واحد وهو مصلحه الكيان. نحن في قائمه الكابتن محمود الخطيب نثق تماما في وعي الاعضاء وقدرتهم على الاختيار والمشاركه الفعاله يوم 31 اكتوبر القادم. فالاهلي دائما يجمعنا على قلب الرجل واحد، مهما اختلفت وجهات النظر تبقى الغايه واحده وهي خدمه الكيان. العمل داخل الاهلي مسؤوليه والعمل من اجله واجب حتى من خارج الاسوار. تعلمنا من الاجيال السابقه بان الانتماء لا ينتهي بانتهاء المناصب بل يستمر بالعطاء والاخلاص، ولذلك ندعو كل الاعضاء للحضور والمشاركه في الانتخابات لان الاهلي يستحق ان نحضر من اجله دائما. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده اللي بتمنى ان اعجابكم. في نهايه حلقتنا ما تنساش تعمل لايك، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان تتابع معانا كل جديد عن اخبار الاهلي.